بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أردت أن نسجل هذا تسجيل الفيديو حتى أوضح حيثيات ما حدث في رحلة الخطوط الجوية الجزائرية بالأمس وتصرف قائد الطائرة وكذلك الجهات المشرفة على الرحلة، حتى لا يحدث أي تأويل أو زيادة أو نقصان في القضية، ومن باب شهادة للتاريخ وبعيدا عن كل مزايدات. لكن أعتقد أن الحدث وما وقع بالأمس وسابقة خطيرة في الحقيقة. قد لو بحثت في التاريخ عن حادثة شبيهة لها أجد حادثة تلك الفتاة التي كانت الفتاة السوداء أو سمراء البشرة التي منعت أو من صعود الحافلة في أحد بان فترة التمييز العنصري في معظم الولايات المتحدة الأمريكية. القضية وأبعادها أو تفاصيلها أيضا كالآتي: كان من المنتظر أن أسافر بالأمس على متن الرحلة 6252 التي كانت ستنطلق على الساعة 10:15، وبعد إتمام جميع الإجراءات صعدت إلى الطائرة مثل بقية المواطنين أو الركاب، وجلست في المقاعد الأمامية تقريبا في الصف الثالث، واستمر صعود الركاب، وكان بجانبي مقعد فارغ أو شاغر. كنت أجري مكالمة هاتفية، منشغل بمكالمة هاتفية، فإذا بمضيفة أو المضيفة توجه لي طالبة أو مترجية أن أترك المكان وأتقدم إلى مكان آخر منفرد حتى تتمكن عائلة من الجلوس مع بعضها. هذا طلب عادي طبيعة الحال، هذا كثيرا منا يقوم بذلك من أجل في سبيل راحة عائلة، أو أن هذا أمر ليس في شيء. المسألة التي أثارت حفيظتي وتثير دائما حفيظتي وحفيظة ربما نسبة كبيرة من الجزائريين هي مخاطبتها لي بلغة فرنسية، لم تستعمل ولا كلمة بالعربية أو بالدارجة أو بأي شيء آخر، وكأنها تحدث شخصا فرنسي. أنا كنت كما قلت منشغل بمكالمة هاتفية، فأومأت لها برأسي هكذا، وكنت أجري المكالمة وبحثت على مكان ثاني، فوجدت مكان في المقدمة شاغر جنب شخص آخر وجلست بجنبه. كملت المكالمة ثم فكرت قليلا في الموضوع وتساءلت في نفسي لماذا هذه المضيفة أو المضيفين في خطوط الجوية الجزائرية يستعملون الفرنسية في مخاطبة الركاب، وخاصة في رحلة مثل رحلة من الجزائر إلى وادي سوف أو رحلة أي مكان ثاني، حيث أن أغلب فربما برحلة الأمس كانوا الأغلب عبارة على نساء وأولاد وأطفال ومعظمهم أنا على يقين أن معظمهم لا يتكلمون الفرنسية، ولكن يخاطبونهم بالفرنسية. العبرة ليست بمن يفهم أو لا يفهم الفرنسية، العبرة هي في كيفية النظر إلى هذا الشعب. قلت فقررت أن أكتب لها رسالة، أخذت القلم ودونت رسالة، فقررت أن أكتب الرسالة باللغة الإنجليزية حتى أرسل لها رسالة أنني لست جاهل، شخص جاهل أو لا يعلم اللغات. تمنيت أن أتصل الرسالة أنني أجيد 4 لغات، فكتبت لها تقريبا سطرين، لو كتبناهم في ورقة كاملة فهم لا يتعدوا سطرين. قلت لها بما ترجمته أن ليس لديك الحق أن تتكلمي معي بالفرنسية، هذه ليست لغتي، يمكنكم محادثتي أو مخاطبتي بالعربية أو بالإنجليزية، ولكن اختيار فقط، لم أزد ولم أنقص. وسلمتها الورقة دون أن أتكلم وأنطق ببت شفة. بعد فترة لا أدري بكم، حوالي 3-4 دقائق أو دقيقة فربما أقل، أخذت الورقة ثم عادت بها ودخلت قمرة القيادة.
وسلمتها على ما يبدو لي قائد الطائرة، الذي بدوره خرج بعد، لا أدري لا أستطيع تحديد الوقت لم أنتبه أنه كان قائد الطائرة عندما خرج من القمرة. ثم بعد حوالي تقريبا 17 دقائق في هذه الحدود جاءني شرطيان أو 3 أعتقد شرطيان معهم يعني أحد عمال المطار، وطلب مني النزول. فسألتهم لماذا؟ ما الذي فعلته حتى أنزل؟ فقالوا نريد محادثتك. فقلت محادثني، يمكنكم الحديث معي الآن هنا، تكلموا معي الآن. ماذا فعلت؟ أنا فقط طلبت منها أن لا تحدثني أو لا تخاطبني بالفرنسية. قالوا لا نريد محادثتك. دار جدال بيننا وقالوا رجاء يعني لا نريد أن نتكلم هنا في الطائرة، ننزل تحت ثم نتكلم ثم تصعد مرة ثانية. فقلت في نفسي فلربما الكلام كذلك. فنزلت أسفل الطائرة، فإذا بالشرط يسألني هل لديك حقيبة بجاج يعني باللغة لا أدري ما أسميها. فقلت إذن أنتم تريدون إنزاله وأن تغادر الطائرة دون أن أتمكن من السفر. فعدت وصعدت مرة ثانية، لم أراعي لا شرطة ولا يحسنون صراحة. فصعدت إلى الطائرة وعدت إلى مكاني جلست. لحق بي الشرطة مرة ثانية ودار بيننا حديث أيضا، وبصراحة طلبوا مني بكل احترام، يعني كانت معاملتهم طيبة، رجاء يا أخ رجاء وننزل كذا وكذا، وهذه قضية يعني نحن مجرد منفذين وهذه أوامر بإنزالك من الطائرة ونريد أن ندرس القضية التي حصلت بينك وبين المضيفة. لا أريد أن لا أذكر طبيعة الحال كل التفاصيل، ولكن تقريبا دار الحوار في هذه النقطة، يعني أنزل لماذا ما الذي فعلته وهكذا. فأصررت على لا أنزل. طبيعة الحال خطبت أيضا المسافرين فقلت لهم يعني أن السبب فقط هو أنني مجرد كتبت ورقة لا تخاطبيني بالفرنسية والآن يريدون إنزالي. طبيعة الحال أبدأ كثير من أو بعض منهم يعني تعاطفي ولا تغادر الطائرة ولا فرفضت النزول وأصررت أن لا أنزل. استمر كما قلت يعني النقاش والجدال بينني وبين الشرطة حوالي 10 دقائق أخرى، ثم انصرفوا، ثم عادوا ومعهم تعزيز آخر، أعتقد شخص كان من الأمن، يعني شخص على بنية قوية جدا، وكان يخاطبني يقول إن نحن مضطرين إنزالك، ولا قال لي أنت الآن ستصبح في قضيتين، قضية أولى هي قضية أيضا هناك قضية عدم امتثال يعني. فقلت له أين القضية الأولى أصلا حتى تكون هناك قضية ثانية، ما هي القضية الأولى؟ فسكت ولم يجب. والله القضية الأولى كيف قضية أولى أصلا؟ هو مجرد تعبير عن رأي. طبعا نزلت عفوا طال الحوار بيننا كثيرا، وأصبح هناك تهديد باستعمال العنف، وصعدت نبرة رجل الأمن المرافق للضابط، كان في حالة يعني هستيرية، غضب كثيرا. سأعود لهذا الرجل الأمن في الحقيقة لأنه فيما بعد تسامحنا. فبعد أن تيقنت أن المسألة ستذهب إلى استعمال العنف وإخراجي بالقوة، قلت لابد أن أترك القضية يعني وأنزل معهم أرى ماذا سيحدث، دعنا نرى ما هي القضية وما هي نهايتها. خلاص الآن سلمت أمري إلى الله وأن أنزل وخلينا نشوف وش كاين. نزلت أسفل الطائرة، وجدت مجموعة من الشرطة والتعزيزات أمنية وكأنني يعني أمام مجرم يعني. فاستمر الحوار والأخذ والرد بيني وبين الشرطة، وكان أيضا هناك قابلت قائد الطائرة، فتوجه له أحد الشرطة أو أحد الضباط ليؤكد له يعني هل أنت ترفض يعني عدم صعوده؟ فسألتم هل هو هذا قائد الطائرة؟ فقالوا نعم. فتوجهت إليه بالخطاب، فخاطبني بكل عجرفة: أنا ما نحبش نعرفك. قلت له تعرف من تحكم علي؟ قال لي ما نحبش نعرفك. أنا بالنسبة لي أنا
أنت خطر على الرحلة، يعني أنا أمثل خطر على الرحلة. الرحلة أصبحت غير آمنة فقط لأنني عرضت أن تخاطبني المضيفة بالفرنسية، يعني نوع من الإرهاب اللغوي. يعني هناك إرهاب فيزيائي، الآن نحن أمام إرهاب لغوي. تحدد يعني بالنسبة لهذا قاعدة الطائرة، ما دمت أنت تدافع عن العربية وتعارض الفرنسية فأنت خطر، يعني إرهابي. يعني يعني التصنيف الإيديولوجي الذي نسمع عليه في الجرائد، مثلا مثل بعض الجرائد التي في الجزائر التي تصنف الناس، كل من يدافع عن العربية ويعارض الفرنسية على أنه إرهابي. تصنيف واحد الآن تراها رؤية العين، عمل يعني تصرف رسمي من طرف قائد رسمي من قائد طائرة يحدد تصرفات الناس وأخلاقهم وكل شيء. تصنيفه المجتمعي إذا أردنا، أو البيئة، مع أنه عرف أنني أستاذ جامعي، ولكنه أصر وبكل احتقار أيضا، حتى لا نظن أن الرجل فعلا كان يخاف على الرحلة. يعني لو كان يخاف على الرحلة كان خاطبني بكل احترام: يا أخي أنا مجرد شككت الآن، لا أستطيع يا أخي أعذرني. لا، كان يخاطبني بكل عجرفة، يعني معاملة الطبقة الثانية، يعني أنتم من أنتم، يعني جذام. لهذه الخلفية التي كان يستند إليها. لكن حتما هذا ليس تصرف بسيط، بل هو تصرف إيديولوجي نابع عن تصور راسخ في داخله أو احتقار الطرف الآخر. أنت تتكلم عن العربية وتهين الفرنسية، أو تطلب ألا تخاطب الفرنسية، إذن أوريك أنا ماذا تفعل الفرنسية. انزل من الطائرة. وقلت حينها لرجال الأمن أن الطائرة هذه مش طائرة بابا، هذه طائرة جزائرية يدفع فيها كل المواطنين الجزائريين أموالهم، وتسير بالكيروزين والبترول الجزائري الذي يخرج من تحت أقدامنا نحن. أطالت العملية. حاولوا الشرطة، يعني أحسست من خلال محاولات الشرطة أنهم يحاولون أن تنتهي القضية ونعود إلى ضجر الطائرة، لكن الشرطي كان في قمة العجرفة والثقة بالنفس على أنه سيد في طائرته. فانصرفت، فقررت يعني صرفت الطائرة، أغلقوا الأبواب، أخذت حقائبي أو حقيبتي، كانت حقيبة واحدة في الحقيقة، واصطحبني الشرطة إلى مقر الأمن هناك يجروا بالمناسبة نسيت أن أقول أنهم طلبوا، سألوا ضابط الأمن سأل الشرطي، سأل قائد الطائرة إن كان يرغب في تحرير أو تقديم عريضة لوكيل الجمهورية، شكوى لرئيس الجمهورية، فقال لا. المضيفة قالت لا. هذا أمر طبيعي، يعني ليس هناك شيء مؤسس يعني تقيم عليه دعوة لماذا؟ ما هي الدعوة؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبته؟ أنا لم أتكلم أصلا، بالمناسبة لم أنطق كلمة واحدة قبل أن يقرر قائد الطائرة ينزل، لأني سلمت الورقة بابتسامة. تفضل يا أختي. لم أنطق أصلا، لا أقولها تفضلي، ما سلمت على الورقة وسكت. يعني لا تستطيع أن تدعي، ولا أعتقد أنها ستقول أنني خاطبتها بأي كلام، هي مجرد ورقة. فكما قلت اصطحبني الشرطة إلى مقر الأمن هناك، وقالوا لي جميعا أنه مجرد محضر إعلام فقط، ليس محضر أن هناك حدث وقع في الطائرة، هناك تأخر، هناك شخص نزل كذا كذا، لابد من إتمام الإجراءات، أخذ المعلومات، أخذ معلومات المضيفة، وهذا. تمت العملية صراحة بسرعة وبكل احترام، وكل أيضا كثير من التعاطف. لما أعرف أحد القيدية كثير منهم فربما استعجب كيف يحدث هذا بمجرد لهذا السبب الذي لا يبدو منطقيا. وانصرفت، استرجعت على كل حال. فيما بعد ألغيت يعني الصعود واسترجعت التذكرة. الآن خلاصة القضية، يعني أعتقد
أن الأمر هذا وين ليس أمرا بسيطا، هذا يتجاوز حدود المعقول. هذا أمر فيه تعامل عنصري واستغلال للسلطة التي خولها قانون الطيران للقائد. أصبح يصعد وينزل من يشاء ليس بحكم ما تقتضيه القانون والمصلحة العامة، بل بما يقتضيه هواه. يعني هو يصنف الناس، أنت تصعد وأنت لا تصعد، وما دمت أنت لديك موقف لغوي من مسألة معينة واضح، أنا خلاص لا أريدك وطائرتي. لهذا أنا لن أتنازل على حقي، وسأقاضي الخطوط الجوية الجزائرية وربانها هذا، وسأطالب باسترداد حقوقي المعنوية والمادية، أول يكن ما يكن. نحن لسنا أهالي هنا حتى نعامل مثل لجان ديجان في بلدنا، وإذا كانوا لا يرغبون في وجودنا ويصرون على احتقارنا فليقولوا لنا أنتم أجانب، ارحلوا من هذه البلاد، لا نريدكم، أو تبقوا عبيدا. ما نحن لسنا عبيدا، نعيش أحرارا أو نموت أحرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات